زي ما عودناكم ان احنا في الوان ستار دايفر او تو ستار دايفر احنا مشروع لمعلم. الغوص مشروع لمعلم، الا لو انت كوميرشال، لو انت رايح تجاري تشتغل وتخبط بس برضه فوقك سوبرفايزر، ممكن تبقى انت سوبرفايزر والباد سيستم اللي معاك ممكن انت تديله تعليمات. فتعليماتنا دايما احنا مش هنطلعك معلم اكتر ما بنقول لك ان انت المهاره اللي تقدر تتعلمها تقدر تعلمها صح. لو اتكلمت وانت بتتعلم مهاره صح يبقى هتعملها تحت صح. هيختار مهاره هو بارع فيها. ال 5.60 اثناء القفز اللي هي ستريت جامب اللي هي القاع. هيقول الخطوات بتاعتها ايه. اتفضل مع الكابتن طلال وعرف نفسك. مبدئيا انا كابتن طلال سامي، وان ستار دايفر من سيموس. النهارده هنعلمكم بس اللي هو ال 5.50 قبل ما احنا ننزلوا الغطسه. احنا خلاص لبسنا البي سي دي وخلاص اتاكدنا ان احنا لابسين الزعانف بتاعتنا ولابسين الماسك. قبل ما ننزلوا بس في 5 خطوات هنعملها قبل ما ننزلوا. اول خطوه ان احنا نعمله مرجع نظري، نتاكدوا بس لو في خشب بس تحت، سلم في مثلا حد تحتيه قبل ما انزل. تاني حاجه بتاكد منها هي العداد، ببص على العداد بتاعي بتاكد ان هو شغال في كام بار. تالت حاجه انا بعملها ان انا ببص على الساعه، بتاكد ان الساعه تمام، كل حاجه خلاص بقت تمام بالنسبه لي، مثلا اتجاه الرياح بوصله كل الكلام ده. رابع حاجه بعملها ان انا بلبس الماسك بتاعي وبلبس بلبس الاكسجين تمام. وبعد كده بتاكد خلي الكاميرا كده، بص في التليفون رجاله. طبعا مفيش حاجه اسمها اكسجين، دي كلها هواء ضغط جو. انتوا مش بتنزلوا دراي ميكس ولا نيتريكس مخاليط، يعني انتوا نازلين بهواء ضغط جو. دي هواء ضغط جو. هواء ضغط الجو فيه 20% اكسجين و80% نيتروجين صح؟ او نيتروجين. بتطلع جزء من النيتروجين هنا 79، تقول مثلا في 1% على جزء، يعني 1.5 ممكن واحد وما كانش واحد غازات اخرى، او اكسيد كربون، ثاني اكسيد كربون، هيليوم، حاجات دي. فما حدش يقول اكسجين، دي نمره واحد. نمره اثنين الكابتن بيقول لكم واحد تعمل كذا، ما قالش واحد، قال لك هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. كده انت بتتوه المتعلم منك. لا، بتقول له رقم واحد مرجع نظر بص على الميه، تطمن قوي على الميه ان مفيش حاجه تعورك. رقم اثنين تايم اند ديتش، بص في الساعه بتاعتك عشان ما تسرحش والديتش تشوف معاك هواء كام. رقم ثلاثه لازم تبقى سيفتي، ينفخ البي سي دي من على الشمال تملاه هواء من على الزرار اللي في الجنب يا محمد. رقم اربعه بتلبس الماسك بتاعك وتاخد الماوس بالشكل ده. خدت دول بقيت اربعه. خمسه تبص على المعلم. المعلم عمل لك كده، سالك ده سؤال واجابه، عمل لك كده لازم تعمل له يا اما في مشكله في الزعانف او في ظهرك او في اي حاجه، يا اما تعمل له كده. عملت له كده هيديك رقم 6 يسوي لك كده. خلاص بشكرك يا طلال. اتفضل معاكم كابتن يوسف سمير هيكمل شرحه لمهاره. معاكم كابتن يوسف سمير من سيموس. انا 2 ستار دايفر وماشي في 3 ستار. النهارده هديكم مهاره لبس الزعانف. اول حاجه الزعانف بتاعتنا بتكون مقفوله، فاحنا بنفتحها لورا كده تمام. لو واجهتنا صعوبه في اللبس بتاعت الزعانف او لقيتها اللي هي ناشفه معايا، ممكن ابلها من الحمام او البحر بتكون اسهل معايا. اول حاجه تعالى كابتن طلال، هيقول لكم طريقه الساند كمان، او يسند بايده بسند عليه وبلبس معاه. لو ما فيش زميل معايا، بس هو غالبا لازم يكون معاك زميل تحت المايه. الله عليك. البادي الرجل قدام وتلبس وتزق في رجلك تمام كده. دي مع مهاره لبس الزعانف وقلعها برضو بيكون. تعالى كابتن طلال بعد اذنك، بسند على اي حد من زمايلي وارفع رجلي فوق وافك الزعانف، لان انا بكون فكيت طبعا الحاجه دي وانا طالع من المبنى، فكيت العده كلها والسكوبه كلها اللي معايا تمام. بشكرك يا كابتن يوسف. وطبعا انا عايز اشكر الفريق كله، وعايز الفريق يجي هنا صوره تذكاريه جوه الفيديو. شغالين فيديو بعد التليفون ولا بعد التليفون زي ما انا عارف، بس مش عايز طالب منك الا تقرب عليه. شوف احنا رايحين فين. انت النهارده بصراحه الناس تشرف وانا مبسوط بيك، والراجل ده هيشرفني النهارده. لو حد فيكم حابب يقول حاجه للناس اللي داخله على يعني مجال الغوص، يعني واحد تتكلم عن الدايفنج او تتكلم عن اللي خلاك حبيت الدايفنج او تشجع الناس للدايفنج، عايز تقول حاجه؟ في الحقيقه يعني انصحكم ان انتوا تخشوا مجال الغوص. هو عايز يقول عشان هو مستمتع بالغوص، يقول لك الغوص دي ايه، زي الناس اللي قالت نو لايف نو دايف، مفيش غوص مفيش حياه. ده اللي بيحب الحاجه دي، زي واحد بيحب الدانس بيحب الرقص، يقول لك نو دانسينج نو لايف. هو حابب الدانس، لكن احنا حابين الايه؟ دايف. انت هنا في مجال بتحب. السباح اللي وراك بيحب السباحه، تقول له كره قدم يقول لك سباحه، فولي يقول لك سباحه، باسكت يقول لك سباحه. فحب مجالك. تقول كلمه؟ هي الغوص دي الدايفنج دي هوايه، اللي هو حاجه كويسه. انت حابب الغوص؟ حابب الغوص، هي رياضه كويسه. التارجت بتاعك توصل لفين في مستوى الغوص بصراحه؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا عايز توصل لمثلا انستراكتور، دايركتور؟ ان شاء الله استراكتور. الله. والله يا جماعه انا بنصحكم جدا انكم تجربوا الموضوع ممتع جدا.
غير ان هو هنبدا من حيث ما انتهى الكابتن المحترم ممتع. الراجل ده جاي من الغردقه يقول لكم بس عن الشعاب المرجانيه ويقول لكم عن بعض الاحياء البحريه الجميله في الغردقه والميه الفيروزيه اللي تتميز بها الغردقه. الغردقه ميزوها المدينه دي، طبعا انتوا عارفين الغردقه تتوسط سفاجه فوق وتحت راس غارب صح؟ النهارده الغردقه يقول لك الميه الفيروزيه، تشوف كل حاجه في الميه بكل طبيعتها وجمالها. اتفضل يا باشا. مجال الغوص مجال ممتع جدا، والغردقه معروفه بجمالها والشعاب المرجانيه. البحر الاحمر اصلا محميه طبيعيه عموما يعني، فبنصح كل حد ان هو مثلا لو حابب المجال ما يتاخرش فيه، يبدا فيه على طول. الراجل ده حب موضوع الغوص وهيكلمكم ازاي نقدم من خلال رياضتي حاجه للمجتمع وفي انتشار الضحايا ونضم الغواصين الخير. وعايز يقول حاجه ان هو من خلال الغوص هيقدر ينتشل اي حاله غرق في اي مكان وهيعمل الخير ده، وحبيت اخليه هو يقوله بنفسه. اتفضل قول. هو انا الاول كان عندي رهبه من البحر عامه والحاجات اللي انا الانسان ممكن مش كله اكتشفها، بس لما نزلت مع الدكتور وشفت حاجات جديده في البحر ونزلت معاه في حاجات كتير، مثلا زي كان في اليوم العالمي للبيئه نزلنا في التنظيف بتاع البحر وانا سعيد جدا باليوم ده يعني. كابتن الوزير ياسمين فؤاد موجود، كان يوم كويس جدا، وكان المحافظ موجود ومدير المصايف موجود يعني انت حبيت الموضوع ده عشان في للمجتمع خدمات بيقدمها، تنظيف شواطئ، انتشال ضحايا غرق، مراكب بتتقلب بناس، ناس بتتغيب، عربيات بتتقلب في مشروع ناصر، في النيل، في الريحات صح؟ غطسه ممتعه ان شاء الله. اشوف حضراتكم على خير في فيديو قادم مع ناس محترمه.